السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني. معاكم قناة أينا وطيوري. راجعة لكم بقى بالفيديو المنتظر، هو فيديو ذبح الديك. خلاص زي ما انتم عارفين إن أنا عزمت وتوكلت وخلاص هنذبح الديك البرابر الموجود عندي. زي ما انتم عارفين إن أنا بحب أخلي الطيور معاهم ديك. بس طالما أنا جبت دورة كتاكيت جديدة فخلاص نويت بمشيئة الله إن أنا خلاص هذبح الديك، وربنا يعيننا كده ونمسكه إن شاء الله. هو بسم الله ما شاء الله بصحة كويسة جدا ما شاء الله عليه. بألف هنا وشفا اللي ياكل. وزي ما انتم شايفين بقى كده خلاص انا لان انتوا عارفين زي ما انتم شايفين، بصوا هو خايف مني اجيله هنا يجي لي هنا، عشان كده فتحت لكم العشه. فانا قررت خلاص ان احنا هنذبحه، لان زي ما انتم عارفين ان انا بجيب دوره كتاكيت جديده. هي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. دوره الكتاكيت بتاعت الديوك قدمت النهارده، اول يوم ليهم يقدموا، وهسمعكم بصوتكم بودانكم. فقررت خلاص ان انا خلاص هذبح الديك ده، طالما الحمد لله ربنا كرمني وطلع ديوك. بس لحد دلوقتي ما اعرفش كام ديك وكام بلالينا، يعني ما عديتهمش وما سايباهم كده بالبركه لغايه بس ما يكبروا شويه واقدر واقدر اعدهم. وزي ما انت شايفين كده خلاص مسكنا الديك طبعا بصعوبه جدا، يعني بصراحه تعبني معاه. اللهم بارك بصحه كويسه، شايفين يعني عرفه بسم الله ما شاء الله عليه احمر. والديك تعرفي الكيك بتاعك تعرفي اذا كان بصحه كويسه ولا لا من عرفه. لازم يكون عرفه احمر كده وجميل. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بس انا من شكل كده مش طالع لي ديوك في الدفعه الجديده لونها ابيض، يعني لأن بصراحه انا بحب الديوك اللي لونها بيضه. فخلاص لاني ده لو سبته وطلعت الديك التانيه معاه هيموتهم. يعني انا جربت كذا مره ان انا اطلع دفعه على دفعه. طبعا الديك اللي بيبقى عايش مع الفراخ ما بيبقاش عايز اي ديك تاني يكون قرين ليه. فده انا خلاص قررت دوره خلاص جه، وهو كده كفايه عليه قوي. ما بحبش اكبر الديوك اكتر من كده. وبسم الله اللهم بارك، زي ما انتم شايفين سامعين كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندي الديوك اهي بتقدم، طالع ديوك اهي وقاعدين من فوق، قاعدين على بيحبوا على العلافه من فوق. طبعا غيرت لهم الطشت خالص وجبت لهم العلافه، لان الطشت ما بقاش ينفع. يعني هم كبروا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد زي ما انتم شايفين كده. بس للاسف عندي كتكوت النهارده عنده عين ورمه، انا مقربه عليه اهو عشان تشوفوه. يعني سبحان الله، طبعا دي اول مره تجي العيا ده يجي لي. طبعا دي روح ما اقدرش اسيبه كده ابدا. بدات احط لهم برشام مضاد حيوي في الميه، هوريه لكم برضك. وكان عندي مرهم بشري، مرهم بشري. اضطريت ان انا احط له منه. بصراحه انا مش عارفه ايه اللي في عينه، بياكل كويس جدا 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 وصحته زي الفل. يعني عايزه اقول لكم بياكل وبيشرب وبيلعب وكل حاجه فيه كويسه. بس زي ما انتم شايفين كده بصراحه هو منظره كمان مضايقني انا. يعني انا بقول يا رب لو هو مش هيتعالج خلاص يموت وهو صغير كده، لان هو بصراحه بياكل اكل كويس جدا جدا جدا. كل يوم اطلع الاقيه زي الفل، بس الورم اللي عند عينه مش راضي يروح. طبعا اول ما شفت كده ما استنيتش، كنت عايزه احط له مضاد حيوي. بس كان لقيت عندي مرهم مضاد للالتهابات والتورم والتورم. حطيت له منه وهوريه لكم برضه ان شاء الله. و وسايباه، يعني هو كل حاجه ليها عمر، فلو ليا نصيب فيه يعيش بس يخف. مش هينفع كده، لان انا الصراحه شكله مش صعبان عليا، لان انتوا زي ما انتوا عارفين دي روح. ف ولا نسيبها تتألم، ولا نسيبها جعانه، ولا نسيبها عطشانه، ولا نسيب مكانها مش نظيف. يعني دي روح وانت لازم تحافظي عليها لغايه اخر لحظه. اي تربيه من اي نوع، اذا كان طير حيوانات اي حاجه انت بتربيها، دي امانه في رقبتك انت، وانت لازم تحافظي عليها. سواء عيانه تعالجيها، ما تسيبهاش لغايه ما تموت وتقولي خلاص تموت، لا عالجيها لغايه اخر ثانيه. لو ليكي نصيب فيها هتاخديها، ولا مالكيش نصيب فيها خلاص يبقى انا ما قصرتش مع الطير بتاعي. فزي ما انتم شايفين كده طبعا العشه، انا وريتكم في الفيديو اللي فات احنا بننظف العشه، وحاجه مهمه جدا تنظيف العشه. فزي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله الدنيا نظيفه اهي. وانا صورت معاكم النهارده، كنت موعداكم ان انا لما اصور الديك الكبير هصور لكم ان انا ذبحته طبعا. وزي ما انتم شايفين كده طالع لي ديوك اللهم بارك اهي. عرفهم باين، طبعا بتعرفوا الديك من البلالينه، ان الديوك بتبقى عرفها باين. زي ما انتم شايفين كده البلالينه ما بيبقاش فيها عرف، لكن الديوك اهو. بس يعني شكل نصيبي مش كتير في الديوك، بس لسه هيبان برضو، يعني مش دلوقتي. يعني هم تقريبا قربوا يتموا شهر، فلسه مش دلوقتي في باين خالص ان دي ديوكه اهي باينه قدامكم، وانتوا سمعتوها وهي بتقدم كمان. وفي اللي هو ما فيهوش خالص ده، دي بتبقى بلالينا. يعني بلالينا يعني ان هي فرخه تبيض. فاللي ربنا يقسم لنا بيه راضيين حامدين وشاكرينه. بلالينا الحمد لله ده خير في البيت، والديوك الحمد
الله ده خير في الباب برضك، ده يديكي انتاج بيض وده يديكي انتاج لحمه. فاتمنى فيديوهاتي تعجبكم وتنور رضاكم، اللي يعجبه الفيديو يعمل لايك وشير، وانا بتشرف باي حد يشترك معايا في القناه، واللي يشترك معايا في القناه يفعل الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. استودعكم الله واستودعي ودائعه. بحبكم في الله، ما تنسونيش في اللايك والشير يا جماعه. السلام عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظروني فيديوهات جديده. استودعكم الله واستودع ودائعه. مع الف سلامه.